في العالم اللي مليان بالسحر، بتبدأ قدرات الناس السحرية إنها تتلاشى مع الوقت لحد ما بتكون قربت تختفي تماما. ولكن بيكون في أخين مش قادرين يحددوا مستقبلهم، وبيكونوا محتاجين مساعدة أبوهم اللي مات من سنين، وعلشان كده بيقرروا إنهم يرجعوه مرة تانية باستخدام السحر. بس الأول ما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وبيبدأ فيلمنا اللي في العالم اللي كان فيه السحر ده شيء عادي، وكانت القوى السحرية اللي موجودة فيه قوة عظيمة وكبيرة جدا. ولكن مع الوقت القوة دي بتبدأ إنها تختفي بالتدريج لحد ما قربت إنها تتلاشى تماما. وبننتقل للوقت الحاضر لمدينة بيكون نص سكانها بشر والنص التاني حيوانات. وهنا بنشوف الشاب الصغير يان وهو بيصحى من النوم وبيلبس هدومه استعدادا لأول يوم ليه في المدرسة الثانوية، وبيلبس اللبس بتاع أبوه اللي كان لابسه أول يوم ليه في الجامعة. وبعدها بيخرج يقابل أمه اللي بتقوله إنه بدل ما بيقضي كل عيد ميلاد ليه لوحده. وهنا بيجي بارلي أخو يان الكبير واللي بيكون مهووس بالسحر. ولكن بعد شوية بيجي جوز أمهم واللي بيكون شرطي واسمه برونكو، وبيطلب من بارلي إنه يوقف تفكير في السحر لأنه خلاص ما بقاش موجود في العالم. ولكن بارلي بيعرفوا إنهم لازم يعرفوا تاريخهم وقت وجود السحر، وإنها كانت فترة رائعة في العالم. ولما بيروح يان يقعد على محطة الأتوبيس بيشوف هناك شخص، وبيعرف إنه كان صاحب أبوه، وإنه عارف إنه هو ابنه من التيشيرت اللي بيكون لابسه. وبيفضل الشخص ده يشكر في أبو يان وبيقوله إنه كان شخص عظيم ولازم تفتخر بيه. ولما بيسمع يان الكلام ده وبيقرر يكتب في مذكرته قايمة بالحاجات اللي عايز يعملها في المرحلة الجديدة من عمره، زي إنه عاوز يتعلم السواقة ويكون ليه علاقات أكتر مع الناس، وأهم حاجة إنه يكون زي أبوه. وبيروح يان لأول يوم ليه في المدرسة وبيحاول يكون جريء، وبيعزم مجموعة من أصحابه على حفلة عيد ميلاده، وعلى الغير متوقع إنهم بيوافقوا. لحد ما بيجي بارلي أخوه بالعربية بتاعته واللي بيكون سايقها بتهور شديد، وده الشيء اللي بيحرج يان قدام صحابه، وبيلغي الحفلة بعد ما عزمهم. وده بيخلي يان يرجع لليأس مرة تانية، وبيرجع البيت يشغل شريط أبوه وهو بيقول له بعض النصايح، وبيكون حاسس إنه بيتكلم معاه فعلا. وبعدها بيروح يتكلم مع أمه، وهنا بتفاجئوا إن أبوه كان سايب له هدية وكان موصيها إنها تديها له هو وأخوه لما تحس إنهم كبروا. وفعلا بيجي بارلي هو كمان وبتديهم أمهم الهدية، واللي بنتفاجئ إنها عصاية سحرية. وهنا بيفرح بارلي جدا لأن أبوه كان ساحر، وبيلاقي يان رسالة من أبوهم بيقول فيها إن السحر تلاشى في وقتهم، ولكنه كتب ليهم رسالة علشان يعرف مين فيهم السحر لسه موجود فيه. ولما بيبص بارلي على التعويذة بيلاقي إن التعويذة دي هتقدر إنها ترجع أبوهم من الموت ويشوفوا لمدة يوم واحد بس. فبيفرحوا جدا، وبيطلع بارلي جوهرة الفينايق اللي كانت في الهدية وبيحطها في العصاية علشان ينفذ التعويذة، ولكنها للأسف مش بتنجح. وبتحاول أم يان إنها تهون عليها، وبيسيبوه كلهم وبيطلعوا بره الأوضة. وبيكون يان قاعد حزين لحد ما بيتفاجئ بالعصاية بتتحرك لوحدها، فبيمسكها وبيجرب يقول التعويذة. وهنا بتحصل المفاجأة، والتعويذة فعلا بتشتغل. وبيدخل عليه بارلي وبيحاول إنه يساعده، ولكن بتخلص التعويذة وبتكون الأوضة اتقلبت ومش لاقيين أبوهم في أي مكان، لحد ما بيتفاجئوا إن جزء أبوهم السفلي بس هو اللي ظهر. ومن الواضح إن حصل مشكلة في التعويذة، وعلشان كده ما ظهرش بشكله الكامل علشان أبوهم يظهر لهم بشكله الكامل. ولكن لأن جوهرة الفينايق بتكون اختفت بعد إلقاء التعويذة بيكونوا لازم يلاقوها الأول. وفعلا بيبدأ الاتنين رحلتهم في البحث عن الجوهرة، وبيركب ليان جسم أبوه السفلي على لعبة كانت معاهم في العربية لأنه بيكون حاسس بغرابة شديدة. ولما بتدخل أم يان أوضته بتلاقي صورة للجوهرة والمكان اللي هم رايحينه، وهنا بتقرر إنها تروح وراهم. ولما بيوصل بارلي ويان المكان بيعرفوا بارلي إن المكان ده بيلاقوا فيه الخريطة اللي هتوصلهم للخريطة اللي هتوصلهم للجوهرة. وبيوصل بارلي للمحاربة السابقة اللي اسمها مانتيكرو، ولكن لما بيسألها بارلي عن مكان الجوهرة بتقول لهم إنها بطلت تبعت الناس لأماكن خطيرة من زمان. ولما بيعصبها بارلي بتحرق المكان كله، وبيكون يان عاوز يلحق الخريطة ولكنها للأسف بتتحرق. وبيلاقي يان إن في خشبة هتقع على أبوه، فهنا ومن غير ما يحس بيستخدم العصاية السحرية وبيقدر إنه ينقذه. وبيكون بارلي متفاجئ من اللي هو شافه، وعلى طول بيهربوا من المكان وبيركبوا العربية، وبيكون في مكان تاني هيقدر يوصلهم للجوهرة، وبيكون في طريق سريع ومختصر للمكان اللي هم رايحينه ده. وبينصح بارلي إنهم يخدروه
علشان يلحقوا يلاقوا الجوهرة ويرجعوا أبوهم قبل ال24 ساعة ما يخلصوا. وفي الوقت ده يان بتوصل للمكان اللي كان موجود في الصورة، وبتشوفه هو محروق ومتدمر تماما. وهناك بتشوف مانتيكرو اللي بتسألها إذا كانت شافت أولادها، وبتعرفها مانتيكرو إنها شافتهم وإنها رايحة في مهمة خطيرة جدا، وللأسف نسيت تقول لهم على اللعنة اللي بتحصل للي بيفكر يلاقي الجوهرة. فعلى طول يان بتاخدها معاها علشان يدوروا على أولادها. وأثناء ما بارلي ويان ماشيين العربية بتتعطل وبيكونوا محتاجين بنزين، وبيحاول بارلي إنه يستفيد من أخوه اللي بقى بيستخدم سحره بشكل كويس. ولكن يان لما بيحاول يملى الجردل اللي معاهم بنزين بيتوتر وبيحول أخوه لكائن صغير جدا. فبيتصدموا هما الاتنين، ومش بيكون قدام يان غير إنه يدخل السوبر ماركت يشتري منه بنزين. ولكن على باب السوبر ماركت بيكون في كائنات صغيرة متوحشة وبتكون عندها جناحات بتطير. فبيدخل يان وبياخد البنزين وبيخرج من المكان على طول، ولكن الكائنات الصغيرة دي ما سابتهمش وطارت وراهم. ولما بيحاول بارلي إنه يسوق مش بيعرف بسبب حجمه، ومش بيكون قدامهم غير إن يان هو اللي يسوق. وفعلا بيسوق يان على قد ما يقدر، ووراهم الحيوانات اللي بتطاردهم. ولكن المفاجأة إن يان بيقدر يهرب منهم. وفي نفس الوقت ده بتتكلم مانتيكرو مع يان وبتقول لها عن وحشة اللعنة اللي كلمتها عنها، وإنهم علشان يتغلبوا عليه هيكونوا محتاجين السيف بتاعها واللي باعته من زمان جدا. وهنا بتجري الشرطة ورا يان وبارلي اللي بيكون رجع لحجمه الطبيعي بسبب سرعتهم في السواقة. ولما بيحتاروا هيعملوا إيه، بينجح يان في إنه يحول شكله لبرونكو الشرطي، واللي بيعمل عليه فيلم علشان يسيبوه. ولكن الشرطي بيكلموا عن فشل بارلي اللي بيكون سامع الكلام ومتضايق جدا. وفعلا بتحصل خناقة بينه وبين أخوه يان بسبب إنه كان سامع الكلام اللي بيتقال عليه وساكت. ولكن هنا بيتدخل أبو يان وبيتفاجئوا إنهم بيلاقوا نصه بيرقص على الموسيقى اللي شغالة. ومش بس كده، بيروح وبيسحب ابنه بارلي وبيقدر إنه يفض الخلاف اللي بينهم حتى لو ما قدرش يتكلم. وهنا بيعرض بارلي على يان إنهم يروحوا للمكان اللي فيه خريطة الجوهرة عن طريق الطريق الصعب اللي مش مختصر، لأنه حاسس إن هو ده اللي هيوصلهم. والناحية التانية مانتيكرو بتوصل للمكان اللي باعت ليه سيف وبتاخده من المحل بالعافية وبتهرب هي يان. يان وبارلي بيوصلوا لحافة حفرة عميقة جدا، واللي هيقع فيها هيكون مصيره الموت. وبيكون في سلم الناحية التانية لازم يوصلوه علشان يقدروا يعدوا. وهنا بيخطروا هما الاتنين، وبيربط بارلي يان بالحبل وبيحاول انه يعمل جسر غير مرئي علشان يعدي عليه. وبنتفاجئ انه بينجح فعلا وبيفرد السلم وبيعملوه جسر يقدروا يعدوا عليه. وهنا بيوصل برونكو الحقيقي وبيطلب منهم ييجوا معاه بسبب خطورة اللي بيعملوه، ولكنهم مش بيسمعوا كلامه وبيهربوا. ولما بيلاقوا نفسهم اتحاصروا وعربيات الشرطة هتوصل لهم، بيضحي بارلي بالعربية بتاعته علشان الشرطة تفتكر انهم ماتوا. وفي نفس الوقت العربية بتوقع الصخور وبتسد السكة عليهم. وبيكمل يان وبارلي طريقهم لحد ما بيدخل نفق، وبيستخدم يان سحره علشان يعدوا منه بسرعة. والناحية التانية مانتيكرو يان بيعملوا حادثة، وعلشان كده بتستخدم مانتيكرو جناحاتها وبتاخد يان وبتطير بيها. وبيكون بارلي ويان ماشيين في النفق وبيفضلوا يتكلموا مع بعضهم عن أبوهم، وبيبان إن بارلي كان بيحبه جدا. وأثناء ما هم ماشيين بيلاقوا قدامهم جسم أي حاجة بتعدي منه بتتفتفت، وبيعرفوا إن ده من الأسهم اللي بتتحدف أول ما بيعدوا من خلاله. وبيكون الحل الوحيد إنهم يعدوا بسرعة جدا. بينجحوا فعلا، ولكنهم بيدخلوا أوضة مليانة مية، وبتفضل المية تعلى لحد ما بتقدر رجل أبوهم إنها تدوس على مكان، فبيفتح لهم فتحة في السقف بيخرجوا منها. والمفاجأة إنهم بيطلعوا على شارع بيتهم، وده اللي بيجننهم. وبيتعصب يان جدا وبيتخانق مع أخوه لأنه سمع كلامه، وبيقول له إنه فعلا مش هينجح في حاجة في حياته، وبيمشي من قدامه. ولما بيقعد مع الجزء التاني بتاع أبوه وبالصدفة بيبص في القايمة اللي كان عاملها، بيتفاجئ إنه من غير ما يحس نفذها كلها. وبيفتكر ذكرياته مع أخوه وبيتضايق من اللي قاله. وبنتفاجئ إن في الوقت ده بيقدر بارلي فعلا إنه يوصل للجوهرة، ولكن هنا بتشتغل اللعنة وبيخرج منها روح شريرة وبتكون على شكل وحش ضخم بيبدأ إنه يهاجمهم. وهنا بتوصل مانتيكرو يان علشان يحاولوا ينقذوهم، يان بتمسك السيف وبتهجم بيه على الوحش. وفي الوقت ده يان بيحاول إنه ينفذ التعويذة كاملة علشان أبوه يظهر، ولكن الوحش مش بيستسلم وبيهجم عليه تاني. ولما بيقول بارلي لأخوه إنه هيروح يشتته، بيرفض يان وبيقول له
إن لو حد فيهم المفروض يشوف أبوه فهيبقى هو، لأن هو لما كان محتاج حد يرعاه كان هو موجود. ولكن بارلي فقد أبوه وهو صغير ويستحق فعلا إنه يشوفه، وبيروح يان بالعصاية السحرية علشان يشتت الوحش، وبينجح في التخلص منه. ولما بيبص من بعيد بيشوف والده مديله ظهره، ولكن هيئته بتكون اكتملت، وبيحضن بارلي، ولكن بتكون ال 24 ساعة خلصت وبيختفي والدهم على طول.